السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده صلى الله عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا أخوات، عاملين ربكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن مادة الرياضيات البحتة، جبر وهندسة فرعية بإذن الله، والتفاضل والتكامل بإذن الله. نعرف إزاي نجيب فيهم الدرجة النهائية من غير مجهود كتير. طبعا احنا هنعمل مجهود كده كده، يعني اليوم ونص هنستغلهم كلهم بإذن الله، وكمان شوية اللي بعد صلاة الفجر في يوم الامتحان بإذن الله اللي هو يوم العملية. تمام، فركز معايا في الفيديو كده عشان خاطر نعرف ازاي نستغل الوقت ده بافضل طريقه ممكنه، وما نضيعش وقت في حاجه مالهاش لازمه مش هتفيدنا، ونعمل الحاجات اللي تفيدنا باذن الله تعالى. سمي الله رسول الله ويلا بينا. قبل بس ما نتكلم في الرياضات البحته عامه، بالله عليك بالله عليك بالله عليك ما تخليش ادائك النهارده ياثر عليك عامه في اي حاجه من اللي جايه. تمام، وعايز اقول لك حاجه، انا واحد من الناس انا ناقص 16 درجه في ماده واحده. تمام، قعدت امتحن تقريبا 11 12 لجنه كده. ال 11 12 لجنه دول نقصت فيهم كلهم 16 درجه، نقصتهم كلهم بقى تاني في ماده واحده. تمام، والحمد لله كان عليا بعدها 4 امتحانات بعد الماده اللي نقصت فيها 16 درجه دي، وقفلت 2 ونقصت في الاثنين التانيين كل واحده درجه. يعني ففكره ان انت مثلا نقصانك كتير في ماده واحده هيضيعك، ده شيء مستحيل تماما. المهم بس اللي هيضيعك فعلا ان انت لو خليت اللي جاي يضيع منك بسبب الماده دي. يعني انا الحمد لله اللي عملته ان انا جمعت كده نفسي ولميت شتات اموري او مش عارف. المهم مش عايزين بس نضيع وقت كتير فيها، مش عايز افكر فيها اصلا. كنت طبعا ركزت في الماده اللي انا لسه فيها وازاي ومش ازاي والحوارات دي كلها، مع اني فرمت نفسي اسبوع كامل فيها، بس ما علينا. قدر ربنا وانا عامه كنت راضي بيه. كان زماني ضيعت اللي جاي كله وكنت ضعت. تمام، حد يقول لي يا محمد بس انا ناقص في الحديث والقران، ده دول مواد التقفيل دول. هقول لك والله حابب اخد معايا ناس في زمايلي في دفعتي والله العظيم ناقصين 15 درجه في العربي. انت متخيل 15 درجه في العربي، وفي اللي ناقص 10 في الشرعي، واللي ناقص 9 معايا واحد ناقص 9 في الفقه. فانت بص، مهما عملت النهارده ما تركزش في الموضوع ده وركز في اللي جاي، وان شاء الله هنزل لكم فيديو عن قصه الماده ديت. بس المهم ركز دلوقتي في اللي جاي، ما تركزش في اللي فات. تمام، اللي فات كده كده مش هتصلحه، فانت هتضيع منك اللي فات واللي جاي. لا خلاص، اللي فات خلاص راح زي ما هو. وصدقني والله العظيم انا كنت الماده دي بدعي يا رب ما نقصش اكتر من 20، لسه فيها 16 درجه، فكرم ربنا فوق ما تتخيل عامه. المهم نركز بس في الفيديو بتاعنا النهارده. اول حاجه كده احنا عندنا ماده الرياضيات البحته. عامه الرياضه محتاجه فهم وحل، ده اهم حاجه فيها. الحفظ بيجي عامه مع الحل الكتير، فما تقلقش من حته الحفظ والقوانين اللي انت بتنساها. طالما انت بتحل كتير هتفتكر كل حاجه باذن الله تعالى. تمام، فاهم حاجه تشوف حد يفهمك. لو انت فاهم وحلل قبل كده هتخش تحل على طول، او هتسمع مراجعه شامله تكون لما لك الدنيا كده، مثلا الجبر والتفاضل مثلا لوحدهم، والجبر والهندسه الفراغيه لوحدهم، والتفاضل والتكامل لوحدهم، او مثلا الاثنين مع بعض، مفيش مشكله خالص. ادخل اسمع مراجعه محترمه تخلصها النهارده باذن الله تعالى، ما تكونش حاجه كبيره اللي هو بتوع 10 15 ساعه دول، سيبك من الكلام ده خالص. تشوف لك حاجه معقوله في المعقول كده، اللي هو مثلا حد شارح القاعده بمثال عليها والدنيا تمام. يعني تمام، اهم حاجه يكون شرح على كل فكره مثال. لو في حد عامل الموضوع ده دوس ما تقلقش. طيب بالنسبه للناس اللي لسه مثلا، في ناس ما ذاكرتش، او في ناس مثلا ما راجعتش، ذاكرت بس ما راجعتش. بص يا حبيبي اخوك، هتسمع مثلا لو في مراجعات شامله اسمعها، برضو نفس الكلام زي التاني. لو في مراجعات شامله اسمعها، مفيش اي مشكله، وبعد كده برضو حل. طب حد مثلا مذاكر ومراجع وكله تمام بس عنده عقده في فصل معين، مفيش مشكله، هتسمع فيه هو لوحده مراجعه لوحده كده وتحل عليه وتتدرب عليه اكتر، وكده كده انت مع حلك الكتير للشوامل وامتحانات السنه السابقه ما تقلقش من اي حاجه. كده كده هتحل على كل الفكره اكتر من مره، فالموضوع بالنسبه لك هيكون سهل، انت الافكار كلها تعدي عليها. طيب بالنسبه للحل نحل ايه؟ هنحل طبعا اسئله كتاب المعهد. طب لو هي كتير مش هنلحق نحلها عشان انا مثلا هذاكر كتير وفي وقت كتير اضيع في المراجعه. اهم حاجه انك انت تكون وانت بتراجع كل سؤال هيجي في المراجعه اللي انت بتسمعها لازم تحله مع نفسك. تمام، يعني هتسمعه شرح او تسمع القاعده وتحل السؤال انت مع نفسك. غلطت فيه ده الافضل، يعني تغلط انت فيه خلاص تشوف الحل بتاعه من المدرس، تغلطتش فيه فوت وعدي وخش على اللي بعده على طول. طيب بالنسبه لحد هيقول ما بعرفش احل، مفيش حاجه اسمها ما بتعرفش تحل. تمام، اول حاجه بس كده قبل ما نتكلم في الفقره ديت، انت لازم تجيب لك ورقه كده محترمه تجمع فيها قوانين المنهج بتاعك، الافكار اللي عندك كلها، مثلا لو في اضافه في حاجه مثلا ولا بتاع بنعمل فيها ايه وهكذا. تمام، المهم تجمع قوانين منهجك كلها، لازم تكون مجمعها. تمام، ده حاجه مهمه جدا عشان خاطر لما تيجي بعد كده تحل تعرف انت بتحل فين، او تعرف القانون على طول، بلاش تفضل تدور في الكتب والكلام ده وتفضل تضيع وقت كتير. تمام، طيب بالنسبه اللي ما يعرفش حل، والله يا حبيبي اخوك انت عندك مساله بتيجي فيها معطيات فيها مطلوب، صح ولا غلط؟ مظبوط، تكتب معطياتك على جنب وتكتب مطلوبك على جنب، وتشوف ايه القوانين اللي توصلك للمطلوب اللي انت عايزه من خلال المعطيات اللي معاك. مش كيمياء، في حاجات اصلا بتكون مباشره، فما تقوليش ما بعرفش احل وانت المساله مباشره. طالما المساله مباشره وتقول لي ما بعرفش احل، يبقى انت ما ذاكرتش او انت مش فاهم اصلا الدرس. تمام، فبالتالي لازم تذاكر كويس عشان خاطر ايه؟ تعرف تحل المساله مباشره. طب افرض مثلا مساله بخطوتين بثلاث خطوات عشان خاطر توصل للحاجه دي. يعني مثلا اداك في المساله مثلا حاجه اسمها الف، حاجه اسمها ب، حاجه اسمها ج، تمام، وعايز منك د.
فانت بتبص ده مثلا بيتجاب من قانون في الالف والراء والزين. فانت محتاج الراء والزين، انت ما عندكش غير الالف وعندك الراء والزين مجاهيل، هتجيبهم ازاي؟ اكيد طبعا مش هتجيب المثال، لازم يكون معاك الراء والزين. طيب نشوف الراء والزين دول بيجي منين. لقينا مثلا الراء بتيجي من الالف والب مع بعض، فنجيب الراء. طيب كده فاضل لي الزين بتيجي من الالف والب والجيم مع بعض، فاجيب الزين. كده انا بقى معايا الالف اللي هي في الاول اصلا والراء والزين اللي انا جبتهم جداد، ويبقى كده اقدر اجيب المطلوب بتاعي. فمش محتاجه حاجه، الفكره بس كلها ان انت تكون فاهم ان الراء بتيجي من كذا والزين بتيجي من كذا، ولما بيكون الالف والب معايا بنعمل بيهم ايه ونجيب منهم الراء، وهكذا. الحاجات دي كلها لازم تكون انت فاهمها، ومعاك القوانين في ورقه انت تكون فاهم القانون ده بتاع ايه والقانون ده بتاع ايه، ما بتكونش مبصمج. اي حد يبصمج لك، اي مدرس يبصمج لك، او اي حد عامه بيبصمج لك، مدرس او مش مدرس، فكك منه خالص. حاول تشوف حد يفهمك، تمام؟ لان انت الفهم لو نسيت الحفظ هتفتكر بالفهم، انما انت لو حافظ ونسيت الحفظ فبقى بين بقى تفتكر ازاي؟ مش هتفتكر اصلا، تمام؟ فالحاجات المهمه اللي تحلها طبعا اساسي كتاب المدرسه، الامتحان اصلا بتاعك مش هيطلع من كتاب المعهد، فبالتالي انت لازم تحل كتاب المعهد كله، تمام؟ طيب انت مفيش وقت يجيبك للحاجات دي، حل امتحانات سنين سابقه على الاسئله اللي انت او على الجزئيات اللي لسه فاضله عندك في المنهج، لان طبعا المنهج اتعدل ففي جزئيات اتشالت، فلو هتحل امتحانات سنين سابقه تبقى عارف الجزئيه اللي عليك في المنهج ايه وتحلها، ما تحلش كتير وخلاص. او طبعا ده الاسئله اللي مش عليك في المنهج اكيد مش هتحلها يعني، تمام؟ فما تدورش على اجاباتها لان هي كده مش عليك، تمام؟ اهم حاجه بس تحل كتير زي ما قلت لك، وتكون فاهم منهجك كويس، وتتدرب على كل المسائل اللي انت بتشوفها في المراجعه، بحيث ان انت حتى لو ما حلتش عليها في الامتحانات كتير تبقى انت اصلا متدرب عليها في المراجعه وعارف حلها ازاي وفاهم حلها كويس، تمام؟ بس اهم حاجه تحل على كل فكره، لازم 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 تحل على كل فكره، حتى لو حليت عليها مره واحده ان شاء الله تفتكرها باذن الله في الامتحان، والموضوع باذن الله يكون بسيط. طبعا بالنسبه للامتحان التجريبي لو عايز تحله حله يوم الامتحان الصبح، او يعني بكره بالليل، ما تحلوش اول ما تبدا، او ما تحلوش مثلا بعد ما تسمع المراجعه بتاعته تروح جاي داخل حل الامتحان التجريبي، لا، ان انت لو قعدت حاجه فيه انت اصلا للاسف الطالب بيتعامل مع الامتحان التجريبي ده ان هو الامتحان بتاع اخر السنه، فالدرجه اللي هيجيبها في الامتحان التجريبي هي الدرجه اللي هيجيبها في امتحان اخر السنه، فلو جاب درجه وحشه يبقى هو هيجيب درجه وحشه في امتحان اخر السنه، وطبعا ده ملوش اي دعوه باي حاجه من الواقع اصلا، حرفيا والله العظيم عن تجربه. بص، درجاتك كلها قبل الامتحان غير درجاتك بعد الامتحان، غير درجاتك جوه اللجنه اطلاقا، مفيش اي تشابه. يعني انا في مواد اللي مثلا زي الكيمياء كنت مضيع الدنيا فيها، جايب فيها 58 من 60. بس كده، شكرا على النبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس كده، اشوفكم على خير، سلام. اهم حاجه بعتوا الفيديو زي ما انكم عشان خاطر الكل يستفيد ويشوف الفيديو قبل ما يعني الوقت يضيع منهم، وبس كده، مش عايز منكم حاجه ثانيه. اهم حاجه تدعوا لي عشان خاطر انا عندي امتحانات والله يعني، وسايب مذاكرتي والله العظيم بصور لكم الفيديو، مش عشان خاطر ان انا بقول لكم كده عشان بجيب عليكم يعني، حاشا لله طبعا. بس الحمد لله يعني، الحمد لله ان ربنا وفقني اصلا ان انا اصور الفيديو. بس كده، مش على النبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير، سلام.